سهرتنا الليلة مع واحدة بتجمع البنات لحبيبها وصحابه عشان يعتدوا عليهم في نادي مسمينه نادي الاغتصاب. بس قبل ما ابدأ الفيلم، لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش اللايك وتشترك لو لسه ما اشتركتش. نصلي على النبي بقى ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ مع واحدة اسمها فرح، ودي بقى شغلانتها انها تتعرف على بنات جديدة وتوديهم لحبيبها النادي بتاعه واللي بيسموه نادي الاغتصاب. وبعد ما بياخدوا اللي عايزينه من البنات بيصوروهم ويهددوهم، وفرح بتعمل لهم بلوك. وفي نفس المدينة بنشوف بنت اسمها أندي، ودي لسه متخرجة وجاية من نيويورك عشان تشتغل وتبقى جنب حبيبها. بس لما راحت أندي الانترفيو ادوها الصابونة، رفضوا يشغلوها يعني، وقالت لها نصيحة مني ليك يا بنتي، مفيش حاجة بتفضل على وضعها وانتي لسه صغيرة ومفيش حد هينفعك، يعني فكك من حوار انك عايزة تشتغلي في نفس المدينة عشان تبقي جنب حبيبك، شوفي مصلحتك فين وروحي لها. ولما خرجت أندي بيتكلم حبيبها شون واللي بيكون ضابط شرطة، وعرفته انها ما اتقبلتش في الوظيفة، والسبب انهم عرفوا انها سابت الوظيفة اللي في نيويورك عشان تبقى جنبه. فاعتذر لها وقال لها ما تزعلش نفسها. قالت له أندي لا عادي مش شاغلني، المهم انك تبقى جنبي، ايه رايك تجيلي النهارده واطلع خنقتي عليك؟ قال لها شون كان نفسي بس انا عندي شغل. وبترجع أندي على بيتها، وبما انها ما تعرفش حد في المدينه سالت الحاج جوجل ازاي نتعرف على اصدقاء جديده، وبتلاقي برنامج اسمه كون اصدقاء. حملت البرنامج زيها زي اي حد، وكتبت انها جديده في المدينه وانها لسه متخرجه وبتدور على اصدقاء جديده. وفضلت تدور في البنات اللي موجوده لحد ما بتلاقي فرح، وكانت كاتبه برضو انها جديده في المدينه وده اللي لفت نظرها. لكن بعدها قالت لنفسها ان اللي هي بتعمله ده اكيد هبل، ورمت التليفون. اوبا تاني يوم بتلاقي رساله من فرح وبتتعرف عليها، وبتعرف ان هي كمان بتحب قرايه الكتب زيها، واتفقوا انهم يتقابلوا. وفعلا اتقابلوا في كافيه، واندي كانت متوتره قوي، فقالت لها فرح انها دايما بتقابل البنات هنا وانها هتتعود قريب يعني. وعرفتها اندي انها في المدينه من 3 شهور وانها بتدور على شغل، وكمان قالت لها على شون حبيبها، وعرفتها انهم ما بيشوفوش بعض كتير بسبب شغل، بس ما عرفتهاش ان هو ظابط. وفرح قالت لها انها هي كمان ما بتشوفش حبيبها كتير بسبب شغل، لا والراجل كمان مشغول قوي. وقالت لها انها ملهاش اي اصدقاء، وعشان كده سجلت في البرنامج عشان تكون اصدقاء يعني. واخدتها في مكان بره الكافيه عشان تصورها، وقالت لها انها هتبقى تبعت لها الصور. وبعدها طلبت منها اندي تتصور معاها، واندي بتقول لها انها هتمشي وهيتقابلوا تاني يوم الجمعه. وبعد ما مشيت بعت لها حبيبها إسان رسالة، وقال لها ايه الكلام؟ قالت له البت كيوتة وفرفوشة، فطلب منها صورتها وقال لها انه عايز يقابلها. وبالليل بيروح شون لأندي وبتحكي له على فرح، ولما قالت له اسم البار اللي هيسهروا فيه قال لها انا بسمع ان البار ده عشان تدخليه لازم تكوني عارفه الباسورد، هو انت متاكده منها؟ قالت له ايوه طبعا، هو انا هصاحب اي حد ولا ايه يا ابني؟ دي اختي، هي عارفه ناس كتير واكيد هتكون عارفه باسورد المكان ده. وكمان قالت له اتحداك انها تكون عندها علاقات بناس كتيره اكتر منك، ولو كلامي طلع صح عايزاك تعزمني على مشروب في مقابله حقيقيه، موعد غرامي يعني. ولما بتروح لفرح بتعرفها على بنات تانية، وبتعرف الباسورد بتاع البار، وبتبعت رسالة لشون وبتعرفه له. ولما بيدخلوا البار فرح قالت لهم انها هتتكلم في التليفون، والبنات بيعرفوا من بعض انهم لسه متعرفين على فرح زيها زي أندي، الا واحدة منهم قالت انها عرفتها من كام يوم وخرجت معاها كذا مرة، وبتقول لهم ان حبيب فرح واصحابه شخصيات كبيرة وانهم معروفين، ولما بيكلموني ببقى عارفة انهم عايزيني عشان جسمي، وانا بوافق الصراحه عشان ببقى مفلسه وجعان. وبتجيلهم فرح بحبيبها إسان وبتعرفهم على بعض، وقال لهم يطلبوا اللي هم عايزينه على حسابه. لا ومش بس كده، ده رمالهم جمله كده وقال لهم الليله كل واحد فينا نفسه في حاجه هيعملها، وبيقوموا وبيرقصوا. لكن فرح كانت مشغوله مع إسان وما رضيتش تقوم ترقص معاهم شويه، وبيجي واحد من اصحاب إسان وبيحكها مع أندي وبيسالها انت عارضه ازياء؟ قالت له لا انا بدور على شغل في اي جريده او مجله. قال لها بتهزري صح؟ ازاي الجسم ده ما يشتغلش عارضه؟ وبدا يقرب عليها، لكن صاحبتها بتاخد بالها وبتروح تلحقها قبل ما الشيطان يوزه، وهو طبعا بيتحرق دمه وراح لها وقرب منها تاني، فبتزقه أندي وقالت له انها مرتبطه، فقال لها عادي يعني ايه المشكله، مش لازم يعرف. ولما قرب تاني عليها صاحبتها بتضربه وبيقع على الارض، وبتروح لفرح وبتقول لها على اللي عمله جيسون صاحب إسان، وقالت لها انها هتمشي. فاعتذر لها إسان وقال لها انه هيتصرف معاه، بس جيسون كان شيطانه مسيطر عليه، ولما لقى أندي ما جابتش سكه راح لكلا صاحبته وقال لها انه عازمها على كاس، فعطلها فيه مخدر. وفرح كانت شايفه اللي بيعمله وكانت متضايقه، لكن ما كانتش قادره تعمل حاجه عشان حبيبها ما يزعلش منها. والصبح أندي بتروح لشون بس كان متضايق، وقال لها انهم لازم يبعدوا عن بعض، وده عشان الفتره اللي جايه هيبقى طول اليوم مشغول ومش عايز يظلمها، وكان متضايق انه هيسيبها. وأندي خرجت من عنده واتصلت بفرح وطلبت منها انهم يتقابلوا، وأندي قالت لها انها متضايقه لانها في مدينه ما تعرفش فيها حد،
ده غير انها سابت كل حاجه في نيويورك وجت هنا عشان شون. وطبعا فرح قالت لها انا معاكي وجنبك ما تقلقيش. وبتتصل عليها كايلا بس ما بترضاش ترد عليها، وبتيجي كافيه واحده اسمها شانون، ودي صاحبه فرح من ايام المدرسه، بس ما ادتش فرح ريق حلو وكانت بتتكلم معاها بالعافيه. ولما مشي بتقول فرح لاندي انها كانت انطوائيه جدا ايام المدرسه وعشان كده ملهاش اصحاب من المدرسه، وإيسان بقى بالنسبه لها كل حاجه وعوضها عن الصحاب اللي بيبعدوا عنها. ولما قامت اندي للحمام بيتصل إيسان بفرح وقال لها ان كل اصحابه هيموتوا على اندي. فرح اتضايقت وما كانتش عايزاهم يقربوا منها، بس إيسان ثبت فرح بكلمتين وقال لها انهم هيستنوه، وبالليل بيقابلوا إيسان وصاحبه، والمرة دي كان واحد جديد غير جيسون، وقال لها انه عرف انها لسه سايبه حبيبها ولو عايزه تنساه هو موجود. اندي قالت له لا طبعا انا عايزه ابقى لوحدي، وقامت وطلعت بره شويه وجالها واحد تاني. انتوا بتبدلوا عليها ولا ايه؟ بس المعلم ده عرف يدخل الدخله الصح ويتكلم معاها عادي بعيد عن اللي الشيطان عايزه، وهي فهمت انه محترم وانه ملوش في السكه الشمال. كايلا بقى بتروح لفرح وإيسان وقالت لها عرفتك اللي جيسون عمله فيا لكن انت عملتي لي بلوك. فرح قالت لها انا مش فاهمه انت بتتكلمي على ايه، فبتعلي صوتها كايلا وقالت لها جيسون اعتدى عليا. فرح قالت لها انا شفتك كنت مروحه معاه وكنت مبسوطه فقلت انك انت اللي عايزه كده يعني، فبتوريها اللي عمله فيها جيسون وقالت لها تفتكري ده منظر واحده كانت مبسوطه، وبتزعق فيها وبتقول لها ازاي قدرتي تعملي فيا كده. فراح لها إيسان وقال لها لو ما مشيتيش دلوقتي هفضحك في كل حته، ووراها صورها وهي مع جيسون. وبعد ما مشيت فرح بتسأل إيسان هو انت فعلا معاك صور ليها؟ قال لها انا عملت كده عشان انت قلبك طيب ومش هتعرفي تتصرفي معاهم. وبتروح فرح لبيت اندي هي وباقي اصحابها، واندي بتقول لفرح انها حاسه انها تستاهل حد احسن من إيسان وانها مش مرتاحه له، لكن مشكله فرح كانت بتحبه جدا وقالت لها ان هو الوحيد اللي عمل لها قيمه وانها مش قادره تبعد عنه. اما كايلا وهي مروحه بتجري وراها عربيه وبتخبطها، وطبعا الكلام ده مقصود. وتاني يوم الصبح اندي بيجي لها رساله انها اتقبلت في وظيفه في مجله، فبتفرح جدا. ولما بتروح عشان تستلم شغلها بتقابل جيسون هناك، وبيطلع ان شركته هو وإيسان في الدور اللي فوق المجله اللي هتشتغل فيها. وكمان بتقابل في نفس المبنى شانون. الله، يعني كده طقم العمل كله في المبنى ده. واديتها كارت وقالت لها لو حسيتي باي حاجه غريبه حصلت وانت مع فرح وإيسان ابقي اتصلي بيا. لكن اندي ما بتديهاش اي اهتمام، وده لانها واثقه في فرح جدا. وبالليل خرجوا هم الاربعه مع بعض، لكن بيروحوا لهم إيسان واصحابه، وبيقول لفرح عيب لما تخرجي مع البنات من غير ما تقولي لي اجي انا والشباب. وبيروح ويحط لهم مخدر في المشروبات وبيقول لهم انه عازمهم، والكل بيشرب الا اندي. وبتقول لها فرح انها شافت شانون في الدور اللي تحت وطلبت منها تنزل تشوفها، ولما نزلت بيقول لها إيسان تجبر اندي انها تشرب الكاس ده باي طريقه. وتحت اندي بتسال شانون عايزه ايه من فرح وليه بتسال الكل عليها، فقالت لها ان النادي بتاع إيسان ده بيسموه نادي الاغتصاب، وان كل اسبوع بيجمع الرجاله الغنيه فيه، وفرح بتجمع لهم بنات عشان يعتدوا عليهم، وانها ضحكت على واحده صاحبتها وجابتها النادي لإيسان واصحابه. فقالت لها اندي طب ليه ما بلغتوش الشرطه؟ قالت لها انهم هددوا صاحبتها وخافت يعملوا فيها حاجه. اندي قالت لها انا هصدق ان إيسان واصحابه يعملوا كده، لكن ما صدقش ان فرح تعمل كده. ولما طلعت فوق بتلاقي إيسان بيبوس واحده من صحابهم، فرحت لفرح وقالت لها انت شايفه اللي بيحصل؟ فرح قالت لها ايوه، سيبيهم يتبسطوا، تعالي احنا كمان نرقص وننبسط. فبتشوف هولي وهي دايخه على الكنبه وراحت واخدتها عشان تروحها، وكمان بتشوف ميريندا وهي دايخه والواد واخدها وماشي، فعملت عليه حوار وقالت له انهم عايزين يروحوا معاه ويتبسطوا كلهم مع بعض. فقال لها طيب حلو، استنيني بقى اجيب ازازه ويسكي عشان الكلام يحلو اكتر. واول ما مشي دخلت بسرعه الاسانسير مع البنات وقفلت عليهم. وتاني يوم الصبح كانوا قايمين تعبانين ومش فاكرين اللي حصل معاهم، فقالت لهم اندي انهم يروحوا المستشفى ويعملوا تحليل عشان يبلغوا عن إيسان واصحابه، بس هم رفضوا وقالوا انهم مش فاضيين ووراهم شغل اتاخروا عليه. فبتتصل على شون وطلبت منه يقابلها وحكت له كل اللي حصل، فقال لها انه مش هيقدر يعمل حاجه غير لو واحده من البنات اللي اتخدروا عملت فيهم بلاء. وبتروح على شغلها وبتقابل شانون وقالت لها انهم عايزين دليل عليهم، فبتقول لها شانون ايه رايك لو رحت انتي؟ اندي قالت لها انت مجنونه، اروح برجلي عشان يعتدوا عليا؟ فبتعرفها شانون ان في واحد من رجاله إيسان شغال معاها، وبيطلع الواد المحترم اللي اتكلم معاها قبل كده. فقالت لها اندي انها هتقنع فرح عشان يقبضوا على إيسان، وقالت لها انها غلبانه ومضحوك عليها من إيسان. ولما نزلت بيجي لها اللي جايب لها تذكره ذهاب بالعوده، وشويه وبتعرف اندي انها اتكلت على الله، وبتجري بسرعه وبتلاقي شون في وشها وقال لها تهدى وتبعد عنها عشان ما تدخلش في سين وجيم، وقال لها تطلع تستأذن من مديرها عشان يروحها. بس وهي طالعه بتسمع صوت إيسان وجيسون وبتعرف انهم ورا اللي حصل لشانون، فبتجري بسرعه على مكتب إيسان وبتدور فيه وبتشوف ان فرح بعتله صورها
لكن بيدخل عليها الواد اللي كان شغال مع شانون وطلبت منه يعطل إيسان لحد ما تدور على أي دليل ضده، وفعلا بيعمل كده. وهي بتلاقي صور لبنات كتير عنده، الصور اللي كان بيهدد بيها البنات، وبتنقلهم على تليفونها. ولما نزلت لشون قال لها ان الكاميرات كانت متعطله في المكان اللي اتقتلت فيه شانون، والشرطه اعتبرتها حادثه عاديه. ولما بتروح بتكلم فرح عشان تروح لها، وقالت لها انها عرفت كل حاجه، وكمان بتعرفها ان إيسان مصورها زي ما مصور البنات التانيه، وقالت لها انه لو كان بيحبها ما كانش صورها وهي معاه، وانه استغل نقطه ضعفها ان مفيش حد بيحبها مش اكتر. واقنعتها انهم يوقعوا إيسان ويسلموه للشرطه، وبتروح معاها على بيت فرح عشان يطلعوا المخدر اللي بيخدروا بيه البنات ويروحوا للشرطه. لكن بيجي إيسان وبيخدر أندي، ولما حاولت تلحقها فرح رزعها قلم طيارها، وراح وقال لها انه بيحبها وانها ملهاش غيره. في الوقت ده طلعت أندي تليفونها وسجلت لإيسان وهو بيقول لفرح تساعده انهم يودوا أندي النادي بتاعه عشان في واحد معجب بيها ومستنيها هناك. وشون بيسمع الرسالة وبيروح بسرعة على النادي، وهم كانوا وصلوا للنادي ودخلها المكان اللي هيعتدوا عليها فيه. وبيوصل شون وبيسأل على أندي، لكن طبعا محدش هيقول له الحقيقة، فبيفتكر الباسورد اللي كانت أندي بعته له في رسالة. ولما قاله لها شاورت له على الباب، وفوق كانت بتحاول فرح تهرب هي وأندي، لكن بيجي لها إيسان والمعجب اللي عايز يعتدي على أندي، وبيطلع الواد المحترم او اللي كنا فاكرينه محترم. وفرح بتتخانق مع إيسان عشان يسيب أندي، وبيدخل شون وبيضرب إيسان، وهي بتجري بسرعه وبتدخل لأندي وبتضرب الواد على دماغه، وشون بيقبض عليه هو كمان. وبعد فتره أندي بتنجح في شغلها وبتكتب اول مقاله ليها، وبيروح لها شون وبيقول لها انه خلص التدريب اللي كان فيه، وبيقول لها انه عايز يعزمها على العشاء يرجعوا لبعض يعني. فقالت له أندي انها موافقه بس مش النهارده عشان عندها مشوار ضروري مع اصحابها. وبالليل بتجمع هولي وماريندا مع فرح وبتصالحهم على بعض. خلاصة الفيلم انك ما تديش الامان لاي حد، وان مش اي حد تقول عليه صاحبي يطلع صاحبك، لان ممكن الضربه اللي تجيلك من اعز اصحابك. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش اللايك وتقول لنا رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.